برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مسا النور والهنا على متابعينا في كل مكان، متابعي راديو برونتو اف ام. أنا نهلة محمد، ودي أولى حلقات جربت تحس بإحساس اللدغ النفسي، لدغة المشاعر وانت في قمة الإحساس بالسعادة أو الفرح من غير أي سبب. علماء النفس بيسموها لدغة الرفض. الإنسان كل تصرفاته مبني على أساس نوعين من المشاعر، يا إما حب يا إما خوف. ربنا خالق جوانا برنامج الحب فقط، وهو حب لا مشروط كمان، وبنفضل كده من الولادة لعمر 1.5 سنة أو 2 بالكتير قوي، ما نعرفش غيره. وبيعززوا كمان حب الأم والأب كل اللي حوالينا. ومع أول شخطة أو صرخة في وش الطفل، خاصة من الأم، بيتولد شعور الخوف اللي ملهوش معنى جوه الطفل غير الرفض. يعني ماما بتشخط فيا لأنها بتكرهني، هو بيترجم الخوف لرفض، وتبدأ الحفرة تتحفر، حفرة الرفض أو النبذ ومعظم المشاعر الدونية للذات. وسواء بوعي الأم بتعمل كده علشان الوعي الجمعي يعلمها كده، علشان الناس تقول عليها عرفت تربي بصحيح، أو بدون وعي علشان هي مش فاضية تكون متفرغة طول الوقت لتلبية متطلبات طفل عمره 1.5 سنة. فالنتيجة مش لطيفة. والمقصود هنا متطلبات مشاعرية مش مادية، هي مش قادرة تلبيها. يبدأ سن المدرسة وتبدأ مشاعر الخوف تكبر جواه، لما يحب يحكي عن أسراره أو مخاوفه أو حتى أقل احتياجاته وما يلاقيش حد يسمعه. راجعين من أشغالهم منهكين، وده لسه طفل كل احتياجاته متلبية، أكل وشرب ولبس وتعليم. فتكون العلاقة الحميمية بينه وبين أهله 0 تفاعل. خلاص كده هو اتأكد إن محدش شايفه، فتترسخ حفرة الرفض جواه، ويبدأ يكون شخصية وهمية، يحاول يجذب أنظار المحيطين بيه ويكون مرضي عنها من الجميع. فيبدأ يفكر يعرض نفسه عليهم بطريقة تانية، فمثلا يكون شخص مهرج يبسط أهله أو يساعد أمه في شغل البيت، فيكون بكده مسابق سنه وبر بيها. أو حتى يكون متفوق في حاجة هو مش بيحبها في الأساس، أو يكون ولا حاجة ويستمر المسلسل، ونكبر على كده ونلعب أدوار مش بتاعتنا، نجذب علاقات مشابهة لواقعنا المزيف وأشخاص يعاملونا بنفس الطريقة، فنضطر نجود كمان وكمان بشخصيتنا المزيفة، فنلعب دور الزوجة السعيدة أو الابن البار أو الصديق الوفي علشان نحس بالقبول من العالم الخارجي اللي لازم نتعامل معاه، لأننا تعلمنا إن حب الناس لينا مشروط، وتعلمنا كمان إننا ما نثقش في حدثنا، بتزيد الاعتمادية على الآخر. لأن في الوعي الجمعي مهم جدا رأي الناس فينا وهيقولوا إيه علينا. لا، ده كمان ممكن نلعب أدوار تبادلية، بمعنى إن البنت هي اللي تكون مامة مامتها، أو الابن كمان، أو الزوج يكون زوجة لزوجته. ما تستغربوش للدور ده بجد، بدأ ينتشر بشكل رهيب في مجتمعنا، زي مثلا نمط الزوجة المعيلة، سواء ماديا أو نفسيا أو مشاعريا. مفاهيم غريبة وطرق عجيبة بتخلق شخصيات وهمية مزيفة. فمرة واحدة كده وإحنا متقمصين الشخصيات دي نشعر بألم بنفسيتنا أو اكتئاب غير مبرر في الواقع الوهمي، لكن في الحقيقة هو لدغة الرفض. جربت، وأحب هنا أقتبس من الرائع صلاح جاهين وعجبي: إذا أنت واعي لسبب اللدغة المشاعرية دي، إن سببها الشعور العميق بالرفض وإنك مضطر تلعب أدوار وهمية في الحياة، فتوقف فورا وكون نسختك الحقيقية. اللي حابب يعرفك وإنت كده أهلا بيه، واللي مش حابب فاشكره واسمح له بالرحيل. وخليك فاكر إن ألم الرفض أسوأ شعور ممكن نتعرض له، ورسالته الكونية إنك إنسان قوي. مفيش حاجة بتحصل لنا في حياتنا بتكون صدفة أبدا،
وطالما حصل لك كده فأنت قدها كمان. خليك واعي إن الأهل اللي ربوا جواك الإحساس ده هم عملوا كده بدون قصد، ولولاهم ما كنتش هتكون بالقوة دي. فامتن لهم من أعماق قلبك وطور نفسك وارتقي. الله عز وجل خلق جوانا كلنا برنامج متكامل للتشافي الذاتي. كلنا نقدر نداوي جروحنا ونكون النسخة الحقيقية مننا، بس احنا نحاول وهنلاقي ربنا والكون كله بيدعمنا ويساعدنا. جربت. كانت معكم نعلة محمد من برونتو FM.